هقول لكم على احلى وصفات بالبنجر للاطفال، وده الجزء التاني بعد جزء سلطات البنجر. طبعا اشهر واسهل حاجه بتتعمل بالبنجر هو العصير، علشان بيكون حاجه صحيه وسهله ممكن نديها للاطفال. وعلشان اسهل على نفسي بجيب البنجر جاهز من جرين هاوس، او ممكن تجيبوه طازه من الموسم بتاعه، وبيكون في نفس الموسم كل الحاجات اللي فيها فيتامين سي. وفي العصير ممكن يتعمل ني او ممكن يتشوي في الفرن مع عصير برتقال او فراوله، وبيطلع احلى عصير. الوصفه اللي بعد كده مليانه بروتين ولذيذه قوي، لو عملناها للاطفال مش هيحسوا بطعم البنجر ولا طعم الجبنه. ودي اسهل جبنه قريش بالبنجر مع زيت زيتون ورشه ملح. ضيفوا لها اي نوع طماطم انتوا بتحبوه. انا حطيت لها تشيري توميتو الصفرا عشان اخلي الالوان حلوه شويه، وكده يبقى عندكم احلى طبق جبنه مليان خضار. الوصفه اللي بعد كده ودي اكتر واحده بحبها لانها تقريبا اكتر واحده بعمل بيها وصفات، وهي الحمص بالبنجر. الحمص نوع من انواع البروتين النباتي، ولما بنحط عليه بنجر بيزود الفايده بتاعته، فبحب استغل كل الفوائد دي واعمل بورد للاطفال مليانه خضار. لما نقدمها للاطفال هيبداوا يستكشفوا انواع الخضار اللي بيحبوها، وبكده نبقى زودنا بروتين وحديد والياف، وخلينا الاطفال ياكلوا خضار كتير، وكل ده في وجبه واحده بس. والحمص نفسه طريقته سهله جدا ومكوناته مش كتير: حمص، طحينه، ليمون، زيت زيتون، فص واحد بس توم، ورشه ملح، وبيكون الحمص جاهز. والحلو ان فيه ممكن تحطوه على توست او تحطوه على عيش لبناني، وممكن كمان تعملوا نفس الميكس بس تخففوه شويه وتعملوا صوص للمكرونه، او تحطوه جنب البيض او الجبنه في الفطار. ومش بس طعمه حلو وشكله حلو، ده كمان بيكمل الفطار وبيكمل الفوائد بتاعته. وجربوه في فطار الجمعه جنب الفول، بيبقى حلو جدا. الطريقه الرابعه اللي بحب استخدم بيها البنجر هي اني بحطها على الزبادي وبضيف له شويه جرانولا وفاكهه. لذيذ قوي للاطفال، وبيكون احسن من زبادي الفراوله اللي بيكون جاهز وفيه حاجات مصنعه. او ممكن طريقه تانية نزود البنجر على الزبادي ونعمله صوص يتحط على البطاطا، بتكون لذيذه قوي في الشتاء ومليانه فوائد وبتدفي. وضيفوا عليها اي نوع فاكهه انتوا بتحبوه، وحاولوا تجربوا فاكهه الموسم لانها بتكون في اعلى فوائدها. الطريقه اللي بعد كده هي ان اي صوص بيتحط في السندوتشات بحب احط عليه بنجر، بحس ان لونها وشكلها بقى احلى. وكمان لو عندكم حفله صغيره او عايزين تاكلوا حاجه جنب الشاي، اعملوا السندوتشات الصغيره دي هتعجبهم قوي. واخر حاجه ودي ألذ وصفه عملتها هي الفلافل بالبنجر، ودي مش محتاجه اكتر من انكم تفرموا بنجر مع عجينه الفلافل نفسها، بيطلع باللون الخطير ده، ممكن تعملوا بيها احلى سلطه. قولوا لي اكتر وصفه عجبتكم، بالهنا والشفا. اكتر حاجتين بحبهم وبقيت مشهوره بيهم قوي البنجر والسلطات، علشان كده في الفيديو ده هقول لكم كل السلطات اللي دخلت فيها البنجر، وكل الطرق اللي ممكن نعمل بيها السلطه، زي مثلا ان البنجر يدخل في دريسنج او نطبخ بيه مكون من مكونات السلطه زي الفلافل. والبنجر نفسه يا اما بجهزه في البيت او بجيبه جاهز من جرين هاوس، ومعتمده اساسا على البنجر الاحمر في السلطات والوصفات بتاعتي كلها. بس مفيش مانع ان احنا نجرب حاجه جديده زي البنجر الذهبي والبنجر المخطط. وعملتهم بالطريقه السهله والاساسيه للبنجر، بان انا شويتهم في الفرن او في الاير فراير، وقطعتهم مع ورق اخضر وزيت زيتون وجبنه فته. ودي الطريقه السهله اللي ممكن تعملوا بيها اي سلطه بنجر. تاني اسهل طريقه تعملوا بيها البنجر انكم تشووه وتقطعوه وتضيفوه مع اي سلطه بتحبوها مع دريسنج خفيف. ولو عايزين لون احلى ممكن تضيفوه في الدريسنج بتاع السلطه مع زبادي وزيت زيتون ورشه ملح زي ما عملت هنا في سلطه الخوخ. وده بيبقى حلو لما البنجر ما ينفعش يتحط في مكونات السلطه الاساسيه، بس ممكن يتحط في دريسنج. اما بقى في السلطه دي استخدمت بنجر جاهز من جرين هاوس مع برتقال احمر وفراوله بيضه ودريسنج خفيف من جرين هاوس عشان يكمل المكونات. في سلطه سيزر بقى كنت عايزه اضيف بنجر بس ما ينفعش اضيفها المكونات، فضفتها في الدريسنج، وكنت جايباه جاهز من جرين هاوس عشان مكوناته كلها طبيعيه، وطلع باللون الحلو قوي ده، وكان من احلى السلطات اللي كلتها في حياتي. الدريسنج مكوناته كانت مظبوطه قوي، ولما ضفت له بنجر ما اثرش على الطعم خالص، بالعكس خلى طعمه احلى. وتخيلوا لما يطلع عندكم اللون ده من غير اي مواد حافظه او الوان صناعيه. ومش بس السلطه شكلها حلو قوي، لا كمان طعمها حلو. ومن كتر حلاوه السلطه دي قررت ان لما افتح مطعم هتكون اول واحده في المنيو. ولاني بحب اعمل سلطات كتير قوي للكبار وكمان وصفات للاطفال، عملت وصفه حلوه قوي للاطفال مع جرين هاوس: سلطه مكرونه بالبنجر وعليها خضار كتير قوي مستخبي، ودي لذيذه قوي للاطفال اللي ما بيحبوش قوام البنجر نفسه. ودي سلطه كلاسيك جدا، بنجر ورمان وجبنه وجرجير، سهله وخفيفه للناس اللي مش بيحبوا الاختراعات. اما بقى في السلطه دي جمعت بين اكتر حاجتين بحبهم في المطبخ اللبناني، وهي الفتوش والحمص. حطيت كل مكونات الفتوش في السلطه وضفت عليهم حمص ملون، ومنهم برضو حمص البنجر، واللي استخدمته في سلطه تانية سلطه الجرجير والتوت. والبنجر موجود متقطع وكمان في الحمص. مش متخيلين السلطه دي حلوه ازاي لنضاره البشره ومقاومه الالتهابات لانها مليانه مضادات اكسده. والسلطه اللي جايه دي احلى سلطه بنجر جاهزه اكلتها في حياتي، لان المكرونه معموله بصوص البنجر وعليها قطع بنجر متقطعه وفرنش دريسنج خفيف خلى طعم المكرونه والسلطه كلها حلو. في السلطه دي كنت عايزه حاجه دافيه شويه زي البطاطا، وحطيت معاها بنجر ورمان وخس وبصل احمر، وحسيتها بتشبع قوي لانها تعتبر وجبه كامله. وسبت لكم احلى سلطه للاخر، وهي سلطه الطعميه بالبنجر. عملت الطعميه بالطريقه التقليديه جدا، بس ضفت عليها البنجر مهروس وحطيتها مع جرجير وخس وطماطم وصوص طحينه من فوق. اكتبوا لي ايه اكتر سلطه عجبتكم، واستنوا الفيديوهات الجايه عشان تشوفوا وصفات تانية بالبنجر غير السلطات. وبالهنا والشفا.